اول امبارح كنت معزومه، كان عندي عشاء. ورحت المكان، دخلت المكان، قعدت مع صحابي وكذا، وبعدين استأذنت منهم، كنت عايزه اروح حته وارجع تاني. قمت قابلت واحده، يعني ما بين الترابيزات قمت قابلت سيده لطيفه جدا. فالسيده دي قالت لي ممكن اتصور معاكي، فانا رديت عليها قلت لها طبعا. احنا بنحس انه انا مش بعمل كده مع مشاهير، بس انتي اختنا وانا بحس ان انتوا اهلي، فما بستغربش وما بتضايقش وما بزعلش. على فكره انتي السبب ان انتي غيرتي حياتي لخير. انا كنت متزوجه وكنت سعيده مع زوجي لشويه وقت، وبعدين مع الحياه ومع الخلفه ومع خني. طيب عملتي ايه؟ كنت بسمع الفيديوهات بتاعتك وكذا وبتاع، واتطلقت. فانا سكت. طيب عملتي ايه بعد الطلاق؟ قويت واشتغلت وعملت ومش عارفه ايه وبتاع وكذا. في اللحظه دي انا عايزاكم بس تبقوا فاهمين معايا، يعني او تركزوا معايا. وانا بتكلم معاها احنا وقفنا نتصور بعيدا عن ترابيزتها وبعيدا عن ترابيزتي، ثم واحنا ابتدينا نتمشى. احنا بنتمشى لحد ترابيزاتنا اللي هي جنب بعض اصلا، هي بتحكي لي الشوت ماشي كده، هي بتحكي لي انه هما الاتنين، او عفوا هي مطلقه خلاص، الموضوع منتهي. لحد قبل الترابيزه بتاعتها، قبل ما اوصل ترابيزتها، كان في راجل قاعد على الترابيزه. الراجل بيبص لي، فانا بقول لها طيب وعملتي ايه بقى؟ اتخطبتي وبتاع؟ فقعدت قالت لي لا، رجعت له، رجعت لطليقي جوزي ابو عيالي. الشوت ده هو انا خلاص كنت، يعني انا ماشيه معاه الشوت ده وهي مطلقه من جوزها، وقفت عند الشوت بتاع ان جوزها قاعد قدامي على الترابيزه وانها مراته للمره الثانيه. فانا اتثبت. فقالت لي على فكره رجعت له برضه بسببك، رجعت له برضه بسبب فيديوهاتك، لما لقيت ان هو شخص اتغير، وان هو بيحبني، وان هو باقي عليا، وانه اتعلم من خطأه. فرجعت له، رجعت له لان هو اولى بيا من اي حد، واولى بيا من اي راجل تاني. رجعت له لما كنت انتي بتكلمي على الفرصة التانية. فانا بصيت للراجل بقيت مش عارفه اقول له ايه، انا سبب طلاقك وسبب رجوعتك ولا ايه؟ يعني فسالتها السؤال، قلت لها هو ينفع واحده تتطلق من راجل وترجع له تاني؟ نفس الاحساس يعني ينفع واحده ست تقرر انها مش عايزه راجل وبعدين ترجع له وتبقى مبسوطه معاه وتبقى فرحانه معاه وتحس بنفس الاحاسيس بتاعت زمان وتبقى مطمنه؟ لانه مش يعني لانه الست اصلا لما بتفكر انها تقول انها عايزه تتطلق بتبقى واصله لمرحله كده صعبه قوي يا جماعه، لانه الطلاق مش سهل والطلاق مش لعبه. قالت لي انا مبسوطه معاه قوي وفرحانه قوي ان انا رجعت له، وفرحانه قوي ان هو جوزي للمره التانيه. فالحقيقه في رجاله تستاهل ان احنا نرجع لهم، في رجاله تستاهل فرصه تانيه. لو باقي، لو بيحب، لو اتعلم خطأه، لو مقرر انه او شايف انه بعده عنك لفترة ما ضايقه وعذبه، وكان حاسس ان هو حياته مش حلوة من غيرك،